تخيلي كده يا لولي تتفرجي على مسلسل خطير كل احداثه ان البطله فيه قاعده على سريرها وقاعده بتسكرول قاعده بس تقلب على الموبايل بتاعها بتخطط لاهدافها وبتحلم بحياه جميله تحقق فيها احلامها، بس عمرها ما تسعى تحقيق الاهداف دي في الحياه دي ولا ماشيه على خطه واضحه عشان توصل للاهداف بتاعتها. وحلقه ورا حلقه نفس الموبايل، نفس السرير، نفس التقليد. كملي المسلسل ده، هل هيفضل عندك امل لغايه اخر حلقه انها تقوم وتنفذ؟ اعتقد اكيد لا. هيبقى امل مسلسل ممكن تشوفيه في حياتك. اكيد هتتمني ان الشخصيه الرئيسيه تقوم وتشتغل على اهدافها وتحقق احلامها وتطبق اللي هي خططته على الورق وتعمل حاجات ايجابيه في حياتها. طيب احب افكرك ان انت الشخصيه الرئيسيه في حياتك، فريت تسيبي الموبايل شويه والشوبينج على جنب وتعيشي حياتك جد وتبداي تطوري وتنمي نفسك عشان تكوني شخصيه اللي طول عمرك تتمنيها. ولو مش عارفه تعملي ده لوحدك فعندي كورس نسختك الجديده اللي مش بس هيساعدك تعرفي انت مين وعايزه ايه، لكن هيساعدك تعرفي تحطي خطه قابله للتنفيذ حقيقيه بناء على ظروفك وحياتك انت وتخليها ممتعه اكتر ليكي انت عشان تقدري تستمتعي بحياتك وتحققي احلامك من غير ضغط. وبتاخدي معاه جلستين كوتشنج هديه تقدري توصلي فيهم لايه المعتقدات والحاجات اللي انت مؤمنه بيها وبتخليكي ما تكمليش الطريق عشان يكون طريق لاهدافك واحلامك سهل وممتع. مستنيه ايه؟ وقفي كرول واكتبي لي مهتمه، هنبعت لك التفاصيل وبس. خلاص.